السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم خالد من قناة محمود تور مصرية، وفيديو جديد كالعادة. أتمنى لو أول مرة تشوفنا على اليوتيوب تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد، وتنضم لأسرتنا المتواضعة وتوحد الله وتصلي على النبي في تعليق. طبعا إن شاء الله توقعات سوق الجمعة غدا إن شاء الله، وأخبار لم العصافير وحركة التصدير إن شاء الله. هنتكلم بسرعة كده عشان ما نطولش في مقدمة الفيديو. هنتكلم عن الطيور اللي هتتلم بكرة إن شاء الله، أو الطيور المطلوبة للتصدير. بكره ان شاء الله مطلوب الكوكتيل الكبير الشغال. كل المطلوب هيكون شغال ان شاء الله. هيكون الكوكتيل اللاتيني الكبير شغال، ولكن الشبابات مش مطلوبه في اللم، ممكن تكون مطلوبه في التداول. الكوكتيل الكبير الشغال مطلوب الروز اللاتيني او الروز عامه بجميع الوانه بجميع طفراته ملموم. مطلوب بكره في اللم ان شاء الله اللاتيني والالبينو بالنسبه للاسترالي، والاسترالي الكبير الشغال. دول اللي عليهم لم بكره ان شاء الله. دي الحاجه اللي هي عليها لم. ولكن الاسعار مش هنبدا، مش هنتكلم في الاسعار الا لما نشوف الدنيا بكره هتعمل ان شاء الله. ولكن الاسعار اللي هي ماشيه، طبعا الاسعار ديت ما بتكونش يعني غاليه او ترضي المربي، ولكن انت تتمسك بطيورك اللي بكره المطلوب كويس في التصدير ان شاء الله، او اللي التجار هتلمه بشكل عام بكره ان شاء الله. اللي هيبقى مطلوب الرز العين سوداء والعين حمراء. الرز زي ما قلنا بجميع طفراته. طبعا الناس كانت او التجار بتلم على 300 جنيه الروز اللي هو العين سوداء. لو تمسكت هيوصل 320 325، وممكن كمان توصله لحد 350 جنيه. الفكره بس ان انت لو معاك روز انزل بيه، لو معاك حاجه غير كده قلل من الكميات اللي انت هتنزل بيها. وزي ما قلنا في الفيديوهات السابقه، يا ريت الناس تنزل بكميات قليله كل سوق، بحيث التجار تفضل محتاجه اللم، يفضل اللم شغال، ما نلمش فتره ونوقف حركه التصدير ونوقف حركه اللم. لو عندك 10 تجواز انزل بخمسه، بحيث انت يعني كمربي تعرف تتحكم في البيع، ما تبقاش الحاجه عبء عليك وتحس ان هي تقيله عليك وعايز ترميها باي فلوس او باي سعر للتجار. لما يكون معاك نص الكميه انت بتبيع بيع غناوه. التاجر محتاج، مش يعني التاجر مش محتاج، لا التاجر عاوز طيور عشان يصدرها. ولكن من كتر الطيور اللي في السوق احنا كهواه وكمربين وكناس بنحس ان مفيش لم، لان نسبه الطيور اللي في السوق كتير يا جماعه صدقوني. دلوقتي الاسترالي مال السوق كتير، بس كل جمعه عليه لم، بس كل جمعه ناس بتفرخ وناس بتنتج وناس بتنزل السوق. فدلوقتي الاسترالي بشكل عام المطلوب الكبير الشغال الاسترالي العين سوداء النورمال، ومطلوب اللاتيني والالبينو العين حمراء. يعني الاسترالي العين حمراء مطلوب تمسك فيه. يعني هتلاقي مثلا من 80 جنيه انت لو طلعته ب 90 انت اولى بال 10 جنيه، انت فاهم؟ لان العلف غالي. والاسترالي العين سوداء برضه ملموم بكره عليه لم، والروز العين سوداء عليه لم، والكوكتيل الكبير الشغال عليه لم. ولكن ده اللي بيخلي الناس ما تحسش ان في نسبه لم كبيره على الطيور، لان الطيور موجوده في السوق بشكل كبير. يعني واحد مثلا بيصفي وعنده مثلا 10 15 جوز، كان عاملهم مصدر رزق او كان عاملهم مصدر ربح، عاوز ياخد ال 15 جوز هينزل يبيعهم في السوق مره واحده. لا، ال 15 جوز دول انا كل جمعه ابيع 5 جواز، بدل ما ابيع ب 450 و400 جنيه. الكبير الشغال اللي بينتج عندي يا جماعه الكبير الشغال كان الجمعه اللي فاتت بيتلم ب 400 جنيه و450 جنيه. لا انا اخد مثلا 5 جواز احاول ان انا ابيعهم على 500، ما انا كسبان. الجمعه اللي بعدها كذلك الامر، اخد 5 جواز ابيعهم على 500. كذلك الامر الجمعه اللي بعدها اخد 5 جواز ابيعهم على 500. يبقى انا اتمسك بالطير واقلل البنزول اللي في الطير. احنا والمربين كلها لما كل مربي يقلل النزول بالطيور في السوق، يبدا مثلا بدل ما ادي التاجر الكميه بتاعتي كلها، لا انا ادي مثلا محل جنبي، بدل ما انزل السوق بدري واتعب وانزل في السوق واتبهدل، لا انا ادي محل جنبي نسبه، وادي حتى لو بنفس نسبه التاجر، يعني اديها للمحل وبرضه ادي للتاجر نسبه، بحيث ان انا ما نعملش ازدحام على السوق. وده اللي بيخلي الهوايه تقع ويخلي الاسعار تقع. وان شاء الله الفتره الجايه طول ما في لم، حتى لو في لم خفيف باستمرار، هيبدا مع الوقت السوق هيتحرك. ولكن الاسترالي عامه واقع الفتره ديت، يعني بلاش ان احنا ننزل بكميات كبيره. تمام. اهم حاجه بس في بكره ان شاء الله ان احنا نتمسك بالاسعار بتاعتنا وما ننزلش بكميات. اللي معاه روز اهلا وسهلا ينزل بالروز، اي كميه من الروز عين سوداء او اي كميه من الروز هتتلم منك، او الكوكتيل كبير شغال او استرالي عين حمراء. تمام، كل ده كبير شغال هيتلم بكره ان شاء الله، لحد ما نشوف بكره هنعمل ايه.